السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في حد دخل على الفيديو بتاعي اللي انا بهزر فيه مع ابني، اللي هو مفاتيح قلبك معايا. آه احنا لحد امتى هنبقى مع اولادنا شداد ومع الناس التانية كويسين؟ الحنية والمداعبة والهزار والضحك خلوه مع اولادكم يا جماعة. ليه بقى؟ هقول لكم حاجة. هو انت لما تتعامل مع ابنك على انك ابوه بس، ابنك عايز صاحب، عايز حد يضحك ويهزر معاه. لما يلاقيك شادد الوش الخشب ويروح يهزر مع حد بره، ويلاقي حد بره قادر ان هو يهزر معاه ويضحك معاه بالطريقه دي، انت بتضيع ابنك من ايدك. انا متعوده مع اولادي ان انا بهزر مع اولادي وبتناقش مع اولادي وبتكلم مع اولادي وبتقبل النقد من ولادي. يعني لو في حاجه غلط، معلش انا اسفه عندي برد. يعني مثلا لو عيالي مثلا بينتقدوني في حاجه، لا يا ماما انت مثلا اللي انت عملتيه ده غلط، انا بتقبل الكلام. ما عشان ان انا اقعد ابقى مصاحبه اولادي بجد، لازم اتقبل منهم الكلمه الحلوه والكلمه الوحشه. لازم اتقبل منهم هم عقليتهم ازاي، ولازم اتعامل معاهم بعقليتهم. يعني انا مثلا بقعد اهزر مع مع احمد ابني ومع ابني يعني محمد له فكر غير احمد 180 درجه. بعرف اتعامل مع محمد بطريقته وبعرف اتعامل مع احمد بطريقته. تمام. عندي ندى ما بين. لازم اتعامل مع اولادي كل واحد بالطريقه اللي تريحه يا جماعه، بالطريقه اللي تخلي ابني يحبني ويتنيه دايما قريب مني ويبقى عايز دايما يتكلم معايا. احمد مثلا اخر العنقود، بيحب يهزر، بيحب يضحك، بيحب ينكد، لازم اتعامل معاه بالطريقه دي. الاكونت بتاع احمد ابني عليه كذا فيديو ليا انا وهو بالطريقه دي. انا مش معتبراها ان هي حاجه غلط، انا طالعه بنقابي وطالعه محترمه وطالعه زي ما انا، بس بطريقه ان انا بقول للناس هي دي ام ندى. لكل مقام مقال. بتصلي يبقى بتصلي، بتطبخ يبقى بتطبخ، قاعده مع ابنها وبتتناقش معاه يبقى في مناقشه، بتعرف ابنها حاجه غلط او حاجه صح بتتكلم معاه. وقت الهزار هزار. اتعاملوا مع اولادكم كده يا جماعه، اتعاملوا مع اولادكم كده، هتخسروا اولادكم. يعني اللي انا بعمله ما هوش غلط. زي مثلا حد يجي يتعامل مع ابنه، اعمل كذا، ما تعملش كذا، ما تروحش هنا، ما تجيش هنا، ما تعملش ابنك مش عايز ده. ابنك النهارده العقليه بقت مختلفه. احنا زمان كانوا اهالينا ما تعملش يبقى ما تعملش، ما فيش حاجه اسمها ان احنا نشغل دماغنا وعايزين نفهم ليه. ما كانش عندنا النت، ما كانش عندنا السوشيال ميديا النهارده. احنا كنا زمان غير دلوقتي. دلوقتي في سوشيال ميديا، في تليفونات في الايد. فبدل ما تخلي ابنك يكلم حد بره ويهزر معاه، لا هزر مع ابنك. بدل ما تخلي بنتك تلجأ لحد وتحس بالحنية من حد تاني بره، خليها تحسها منك. خليها تحس ان انت صاحبها واخوها وابوها. خليها تفضفض معاك، ومش دايما انتقاد انتقاد انتقاد، انت غلط انت غلط انت. ده بيخرج الواحد، بيخليه يدور على اي حد بره يحسسه ان هو حلو. انتوا ليه كده؟ ليه انا بتكلم. انا اسفه، ثواني بس اشرب ميه ورجعت لكم تاني، معلش. البرد عامل عمايل. صدقوني يا جماعه انا بكلمكم في الصح. اشبعوا ولادكم، شبعوهم من الحنيه قبل ما تشبعوهم من الانتقاد. واعمل وما تعملش، افعل ولا تفعل. الحياه مش كده. اتصاحب مع ابنك بنفس عقليته. شوف هو عايز ايه، شوف هو بيحب ايه وبيتناقش ازاي. حتى لما يكون بيعمل حاجة غلط، في اسلوب للحوار وانت بتكلمه ان انت بتعمل كذا كذا غلط. ما ينفعش بالاسلوب، لان النهاردة العقلية اختلفت والدنيا اختلفت. الموبايل ده كارثة في ايدين ولادنا. لو ما تعاملناش بحكمة وضحكنا مع ولادنا بطريقتهم، هزرنا مع ولادنا واتكلمنا معاهم بطريقتهم، والله ولادنا هيضيعوا. النهارده ابنك اللي انت ممكن تاخد منه الموبايل وما انت شايل الموبايل، ابنك بكره هيكبر وهيشيل موبايل لانه بيشتغل وهيجيب لنفسه. هيحس ان هو كبر، يقول لك لا انت مالكش ولي عليا. فالنهارده انت لما تشبع ابنك وتقعد تتكلم مع ابنك، يبقى الموبايل في ايديه. ده الموبايل ده علشان خاطر نقضي بيه مصالح، عشان نطلع على العالم الخارجي من غير ما نكون بنأذي نفسنا. مش عايزين نخلي فكر حد من بره يأثر علينا. هو ده مفهوم الفيديو عندي. لكن انا طالعه استعرض او طالعه اعمل حاجه غلط؟ حاشا لله. انا بقول للناس كل فيديو له مغزى.
حتى في فيديو برضو في ناس دخلت انتقدتني برضو وشتمتني، الفيديو اللي هو انا بعمل فيه لانش بوكس. لو دخلتوا على الفيديو واتفرجتوا عليه بتمعن هتفهموا الرساله اللي فيه. الناس اللي بتبقى طالعه على السوشيال ميديا تحط لك فرخه في اللانش بوكس، رنجه، كوارع، لحمه، ايه الهبل ده؟ في ناس طالعه بتقلد ده، والاطفال طالعين انت ليه ما تعمليش لانش بوكس زي ده؟ في الظروف اللي احنا فيها دي هيتعمل ده ازاي؟ يعني احنا حتى مش عارفين ناكله في بيتنا عادي من غير لانش بوكس ومن غير تمثيل ومن غير الكلام ده. احنا الظروف النهارده احنا ماشيين يا دوبك واحده واحده. فلما اصدق بقى واحده طالعه تعمل لانش بوكس وتحط فيه فراخ مشويه وتحط فيه سمك ايه الكلام الفارغ ده؟ فانا بقول احنا الظروف الاقتصاديه بتاعتنا لا، شويه مكرونه بايتين وشويه بطاطس، هو ده اكلنا. فما ينفعش فيه مغالاه. في ناس خدته بمحمل تاني خالص ومش عارفه ليه. يا جماعه انا قبل ما بشوف اي حاجه بحط بستحضر النيه السليمه، بستحضر العقل اللي هو بيفهم كويس، اللي هو المثقف، اللي هو في حتة رحمة. لكن أنا لو بصيت لكل اللي بيتعرض قدام مني من نية سيئة والله ما في حد عدل، وهتهجم على أي حد وهشتم أي حد. يا جماعة خلي عينيكوا شوافة وعقلكوا واعي، وخلي قلبكم مستحضر النية السليمة عشان تعرفوا أم ندى بتقول إيه. لكن أنا أقسم بالله أنا ما أقصد أي شيء ولا اي حاجه غير ان انا كل فيديو له مغزى. الفيديو اللي بضحك فيه مع ابني بقول احنا لازم نضحك مع اولادنا بطريقتهم عشان ما نسيبش اولادنا يهزروا مع حد بره. انا عندي ولدين وعندي بنت، البنت اتجوزت، في ناس عيالهم بناتهم لسه صغيرين، صاحبوا البنات، هزروا مع البنات، اضحكوا مع البنات، ادوا حنيه للبنات عشان البنات ما تخرجش بره وتضيع. والبنت زي الولد، ما هي البنت لما بتخرج تدور على حنيه بره بتدورها مع ولد تاني، والولد نفس الحكاية. لا، اشبعوا ولادكم من الحنية عشان تعرفوا تسيطروا على ولادكم. النهاردة احنا في زمن صعب، احنا في وقت صعب، يا نحافظ يا كله ضاع. ماشي، وانا اسفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.